الدكتور المهندس محي الدين اتفضل. معلش انا يمكن اتكلمت في اتجاه مختلف عن اللي انت تتكلم فيه، انما على الاقل قلت الكلمتين بتوعك. شكرا جزيلا. شكرا. مساء الخير ونهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب من الدنمارك، مهندس وكاتب وعضو تكنوقراط مصر. الوقت ضيق، هتكلم باختصار، ولكن في ملف تفصيلي اللي عاوز يرجع لي. التنمية المستدامة ببساطة تنمية بتحقق احتياجات اليومية من غير ما تدمر أو تنقص موارد الأجيال اللي جاية. يعني ده باختصار خالص. أول مرة استخدم المصطلح في سنة 1987. كان اللي ماسك اللجنة في الأمم المتحدة كان رئيس الوزراء النرويجي السابق، وهو كان يعني عالم في الجزئية دي، ولذلك سمت اللجنة باسمه لجنة بورتنلاند باسمه، واللي هي بتتكلم على التنمية المستدامة. هي مفهوم عالمي قايم على أساس التضامن مع الأجيال اللي جاية، خاصة في الدول اللي عايشة بكمية محدودة من الموارد. ولكن كمان من مصلحة العالم المتقدم ابتدى يفهم ان هو لازم يهتم بيها، لان هي هترجع لنفسها، هترجع له تاني. يعني التنمية المستدامة هدفها حل، يعني الأساسي يعني حل مشاكل الفقر والمشاكل البيئية، ولكن مش بالطريقة اللي بنتعامل بيها حاليا، ولكن بالتركيز على احتياجات الفقراء ونديهم حقوقهم الأساسية عشان يحصلوا على فرصة عادلة للفضل. أساس التنمية المستدامة إن المجتمع العالمي بيعمل في 3 محاور: الحالة الاجتماعية، المناخ والبيئة والاقتصاد. وعلى قد ال3 دول ما يشتغلوا مع بعض، على قد ما بتنجح اللي هي التنمية نفسها، التنمية المستدامة. الأمم المتحدة ماشية في خطة عمل مشتركة في العالم علشان تقضي على الفقر وتوقف تغيير المناخ بحلول 2030. وده هيتم من خلال فهم جديد وهو ربط الاقتصاد بالمساواة بالبيئة. اكتشفوا انها بتأثر على بعض، مش زي ما كنا متخيلين، وقالوا ان لازم نلاقي حلول تعمل توازن بين إساءة استهلاك البيئة، استهلاكنا يعني للبيئة، وبين اقتصادنا، لأن التوزيع العادل للموارد هيخلي فيه استدامة أولا للناس اللي هي بتعتبر قوة بشرية، وهتبقى فيه استدامة كمان للبيئة. علشان نحقق التنمية المستدامة، ده سلايد نمرة 4 يا باشمهندس. أول حاجة لازم نحسن ظروف الاقتصادية بالحد من الفقر. يعني يبدو أن كلمة الفقر دي هنعيد ونزيد فيها، لأنه هي أما تحلها هتلاقي فيه عشرات تانية هتتحل أوتوماتيك لوحدها. للأسف البلاد الفقيرة واللي ما عندهاش صناعات كبيرة ما بتلوث البيئة، ومع ذلك هي اللي بتتضرر أكتر من تغيير المناخ، زي ما بيحصل الفيضانات والجفاف والمجاعات والحرائق كلها بتيجي على الفقراء مش في لذلك حتى في المفاوضات بتاعت المناخ الدولية، الدول النامية صرحت ان الدول الغنية هي المسؤولة عن التلوث وعن أزمة المناخ، لأن هي طبعا استخدمت في القرون اللي فاتت الصناعة، لوثت البيئة وعملت الصناعة بتاعتها، وجاية الوقت طبعا بتقول ما تستخدموش ما تلوثوش المناخ يعني. وقالوا إنه الفاتورة بتاعت البلاد النامية لازم تدفعها الدول الغنية، وكمان لازم تدفع تعويضات على الخسائر اللي بتحصلها من الجفاف والفيضانات. في تقرير اسمه اوكسفام لسنة 2016 عن حالة العالم يعني اليوم، بيأكد ان الفجوة بتزيد ما بين الغني والفقراء، بدليل انه حاليا اللي بيملكوا 8 شركات في العالم زي اللي بيملكوا نص سكان العالم. حاجة ما تصدقش، 8 شركات بتملك ما يملكه نصف سكان العالم، ودي حاجة صعبة يعني. بالنسبة للبلاد اللي بتعيش في فقر زي مصر، ممكن السلايد 5 لو سمحت. مهم طبعا تطبيق يعني مهم جدا في البلاد اللي زي مصر ان هي تطبق التنمية المستدامة فيها، علشان يرجع للطبقة الفقيرة حقوقهم الأساسية لحياة كريمة، الحاجات اللي بنقول عليها يعني. وبالنسبة للبلاد الغنية برضو لازم تساهم في الحكاية دي، لأنها هترجع لهم، هتعمل لهم استقرار وسلام،
لأن الفقر وعدم المساواة بيسببوا طبعا زي ما احنا عارفين اضطرابات وانقسامات داخل الدولة، وده طبعا بيؤدي لصراعات وتمرد سياسي وثورات وهكذا، وده طبعا بيعكر صفو الدول الغنية. هم طبعا شايفينها من غير كده. انا بقالي سنين طويله هنا وعارف هم بيقولوا ان احنا اشتغلنا واجتهدنا ومن حقهم ان هم يعيشوا في سلام، ولكن يبدو ان السلام ده مش هيتحقق الا لما يحققوا كمان الناس تعيش كمان، الفقراء تاخد حقها يعني. بالإضافة إلى الوصول لتوزيع عادل، لازم كمان نغير الطريقة اللي بنستخدم فيها الموارد، ودي حاجة مهمة قوي. يعني يكون في توازن في الاستهلاك. فمثلا لو كان السكان على الكرة الأرضية هيستهلكوا زي السكان عندنا مثلا هنا في الدنمارك، لو كانوا بيستهلكوا بنفس الطريقة، معناها إن إحنا محتاجين كرة أرضية 3 أضعاف الكرة الأرضية. بينما لو استهلكوا زي مثلا سكان الهند هنحتاج بس نص الكرة الأرضية عشان تكفينا يعني. وطبعا لازم ندور على حاجة ما بين الاثنين توصل للمبالغة قوي زي الدنمارك، ولا المبالغة برضو زي الهند يعني. تاني حاجة احنا قلنا أول حاجة كانت لنحسن الظروف الاقتصادية بالحد من الفقر. تاني حاجة لازم نوقف تغيير المناخ، وده بعد مهم للتنمية المستدامة. يعني نبص للطبيعة وللمناخ كمورد يساعد إعادة استخدام الثروة البشرية، زي ما اتقال إن هي يعني يعاد تكريرها ويعاد تدويرها، بحيث إن هي وطبعا تكون موارد مش بتطلع تلوث وما نقدرش نستخدمها، المفروض تبقى خضراء يعني نظيفة يعني. طبعا الطريقة اللي احنا بنستخدم بيها الطبيعة حاليا هتدمر كل من الطبيعة والناس، أهمها واختارها انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري زي ما احنا عارفين، لأنه ده بيسخن البحر والهواء، بيدمر النظام البيئي الايكولوجي، بيسبب انقراض في كتير من الكائنات الحية والنباتات، وبيخلينا كمان عرضة للكوارث الطبيعية زي ما احنا عارفين ان كل شوية بيحصل تسونامي والحاجات دي. وفي النهاية بتهدد سبل العيش. لما بتهدد بقى سبل العيش طبعا في صراعات وهتبقى في حروب، لأن هيبقى البقاء كل واحد عاوز يبقى سيرفايف عشان يعيش، ومن هنا بتحصل الحروب. التقارير بتقول ان الدول الصناعية الغنية في العالم هي المسؤولة عن حوالي 65% من تلوث الغلاف الجوي، لأن أكثر الانبعاثات جاية من حرق النفط والفحم والغاز، ودي موارد ما بيقعدش استخدامها زي ما عارفين، يعني بتلوث البتاع وكمان ما بتقعدش استخدامها. وما فيش قدامنا إلا وقف تغيير المناخ باستبدال الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة اللي هي زي طاقة الريح وطاقة الشمس وطاقة المياه، ودي متوفرة وكمان متوفرة عندنا في بلادنا في مصر كمان أكتر ما يمكن يعني. في السلايد نمرة 11 لو أمكن. ثالث حاجة قلنا هنقول برضو لتحقيق التنمية المستدامة هي مراعاة البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني غير الحد من الفقر، البعد الاجتماعي يعني حصول جميع الناس على حياة كريمة، ومن هنا أهمية حقوق الإنسان في العمل والمساواة والثقافة والصحة، علشان يبقى ليهم فرصة التأثير على حياتهم وعلى المجتمع اللي عايشين فيه. زيادة السكان زي ما في حالة مصر، وأنا بستعجب إنه في ناس ضد تحديد النسل وضد مش فاهم إزاي يعني، إنما في حالة مصر بتعمل طبعا زيادة على الضغط على الموارد، يعني مش محتاجة يعني تفكير كتير، بتضغط على الموارد الطبيعية وبالتالي بتزود الفقر. فيعني زيادة السكان زيادة فقر، مهما تقول لي بقى بجميع الطرق محتاجينها ورزقهم اللي بيجي وحاجات دي. ومن هنا في ضرورة طبعا الحد من النسل بالعقل يعني، والاستثمار في التعليم. وأقول اللي بيستخدم حجة الصين إن هي رجعت في كلامها، الصين ما رجعتش في كلامها. الصين عملت لمدة 33 سنة بالظبط اللي هي عاوزاه، إن هي خفضت عدد السكان اللي هم عاوزينه عشان ينطلقوا بالاقتصاد. ولما حققوا البتاع ده رجعوا تاني، سابوا كانوا عاملينها طفل واحد، ابتدوا يسيبوا شوية يبحبحوا شوية، الناس بقت طفل ونص أعتقد المعدل أو طفلين.
انما الحجه اللي حد يقول لك شفت الصين رجعت في كلامها والناس مهمه، الكلام ده مش علمي وغلط يعني. فالحد من الناس الاستثمار في التعليم، كل الدول اثبتت ان مثلا حصول السيدات المراه على التعليم خفضت عدد، اول ما بتتعلم بتخفض، هي بتقتنع بتخفيض الاطفال، تخلد المراه الى سوق العمل وتعليم الفتيات. كمان ده ليه تاثير ايجابي على النمو الاقتصادي. في 25 سبتمبر 2015 تم رسميا تبني. باشمهندس ممكن تحط لنا السلايد نمرة 13 ولا بقى صعب؟ يبدو العملية صعبة مع ان انا باعت باوربوينت ممتاز يعني. باشمهندس فريد. طيب، على اي الاحوال هو في سبتمبر 2015 الامم المتحدة عمل. لو سمحت تحط لي سلايد نمرة 13 من فضلك يعني. قدام حضرتك انا فعلا ما عملهاش شيء. اوكي، انا مش شايفه على اي الاحوال. انا هعيد الشير تاني حضرتك. تبنوا 17 هدف، وده الحقيقة في صورة كده حتى بقت لوجو معروفة. 17 هدف معمول لهم لوجو ومحطين جنب بعض ومنتشرين في هات لي نمرة 13 كده او اللي بعدها. ايوه دي بالظبط دي. دول 17 هدف اتفق العالم كله علشان نحمي الكوكب الارض اللي فيه، لازم نحقق الاهداف دي. واللي الحقيقه في ناس واخداها ليترالي، واخداها حرفيا، وللاسف في ناس مش مهتميه. انما الدول الاوروبيه والاسكندنافيا ماشيه في الخطه حرفيا، تاخد كل بند وبتعمله عليه. عشان نحقق ال 17 هدف دي لازم كلنا نشترك، لان ما ينفعش دول تعمل ودول ما تعملش. الحكومات، القادة، الشركات، المنظمات الحكومية وغير حكومية، لازم جميعا نشترك فيها. شكرا لحسن الاستماع، وفي ملف اللي عاوز يبقى يستلفه. شكرا. شكرا مهندس محي الدين غريب، والحقيقة معلومات قيمة جدا، ونحتاج أكيد لتعليق دكتور محمود. اتفضل دكتور محمود. تعليقي في اتفاق في نقطة واختلاف جذري في نقطة تانية. الاتفاق في نقطة، احنا بدأنا قلنا التنمية المتسارعة، ان انت تبدأ من الطلب مش من العرض. اللي قاله المهندس محي الدين ان تفسيره مماثل نسبيا الى تفسيري في التنمية المستدامة، وهي ان الاجيال القادمة لا تضار. انا متفق مع هذا، ولو بنقدم مشروعات ده لازم يبقى دايما هدف عندنا. فبالتاكيد لما تنمي عن طريق القروض، بانك تبني بنيه تحتيه عن طريق القروض زي ما حصل دلوقتي، انت بتحمل الاجيال القادمه اعباء، بينما المفروض انت تخففها عنهم. يعني بالعربي انت ما بتشتغلش في التنميه المستدامه. انت لما تيجي تبطن الترع والمصارف، انت بتلوث البيئه. انت هتتركها يوصل بقى لحد الى ان هذا الاسمنت بعد فتره هيبقى كارسينج، هيبقى غالبا من السموم الناس يا هتشربها يا هتستخدمها. انت ما بتشتغلش بالتنميه المستدامه. اما بتعمل طرق وكباري بدون ما تدرسها وتدرس اثرها على الناس وتتفاهم مع الناس، انت برضو ما بتشتغلش بالتنميه المستدامه. انا عايز ادخل موضوع فكره التنميه المستدامه دي في اختيار اي مشروع للمستقبل. فدي نقطه الاتفاق. نقطه الاختلاف هي مساله السكان. للاسف كلام الدكتور المهندس محي الدين كلام تقليدي للغايه، وما هوش احصائيا مش صحيح. ليه؟